السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف ما وعدتكم بالوصفات. اليوم غادي نشارك معكم خبز ديال الشحمه بطريقه صحراويه. وهذا الخبز هذا صراحه كيجي زوين بزاف ومعروف عند المنطقه ديال الصحراء، لان حنا تعودنا عليه بزاف وكنحضروه في رمضان، وحتى الايام العاديه حتى هي كنوجدوا هذا الخبز ديال الشحمه. ولفناه صراحه بزاف ما كنقدروش نستغناو عليه، واليوم ان شاء الله غنعطيكم الطريقه ديال الخبز الشحمه. بالنسبه للطريقه ديال اليوم غادي نشارك معكم غير بالقمح ديال الزرع، هو اللي غادي نخدم به اليوم والفورص. صراحه كيجي زوين بزاف. بالنسبه لهذا القمح غربلته، يعني كنغربلو بداك الغربال الرقيق باش كنحيد منه النخاله صافي وكنخدم به. هنا حيدت غير شويه باش غادي نقرص الخبز ديال الشمع بعد ما غادي نسالي. حيدت غير واحد شويه. بالنسبه للقياس ديال الدقيق، خديت زلافه ديال القمح وجوج زلايف ديال الدقيق فورس. هنا غادي ناخذ القياس ديال الملحه. من بعد غادي ناخذ القياس ديال الملحه. هنا غادي نخلط هاد الدقيق، غادي نخلطهم بعضياتهم. عاد ديك الساعه غادي ناخذ القياس ديال الملحه، وغادي ناخذ شويه ديال السنيده، غير واحد شويه. السنيده ما نكثرش منها بزاف، غير باش كتعطينا ديك الحموريه في الخبز، اما هي راه كتقصح الخبز الا كثرنا منها فوت القياس. هنا غادي ناخذ القياس ديال الملحه صافي، غادي نعجنو عجينتنا عاديه. بالنسبه للعجينه، عجينه عاديه راه تبارك الله كلشي كيعرف يعجن، وكلشي تبارك الله كتكون الحداقه والتاويل في الوقت ديال رمضان. جري عليا نجري عليك. المهم هنايا خديت القياس ديال الخميره صافي. من بعد غادي نعجن العجينه ديالتي بالماء دافي، غادي نجمعها. فاش غادي نجمعها غادي ندلكها مزيان، يعني كندلكها كيف ما كتشوفوا انا كنعجن غير بيد وحده، راه ما كاين زعما شي حاجه اللي هي كثيره. غادي نديرو جوج يدين وغادي نديرو اجي اختي مدي ليا هادي، اجي اختي وريني هادي. المهم اختي هادشي راه باين تبارك الله والصلاه على النبي. هنايا صافي كيف ما كتشوفوا غادي نجمع عجينتي عاديه. عاد ديك الساعه غادي ندلكها وغادي نشربها بشويه ديال الماء. من بعد فاش غادي نشربها بشويه ديال الماء غادي نطرفها يعني في بلاصه اللي تكون شويه دافيه، غير باش تفاعل لينا العجينه ديالتنا. هنايا صافي كيف ما كيبان لكم بعد ما جمعت العجينه غادي نشربها بشويه ديال الماء وغادي ندلكها صافي. غادي ندلكها غير واحد شويه وغادي نغطيها. فاش غادي نسالي العجينه غادي نوريكم التوابل اللي غادي نصوب بهم الشحمه كيفاش غادي نجمعها. المهم هاد الطريقه هذه راه هي كتجي زوينه، والشحمه ما كتجيش فيها هذاك الماء ديال البصله وديال الخيزو. المهم كتجي ناشفه الشحمه. هنايا غادي نخلي العجينه ديالتي بعد ما ساليتها غادي نغطيها، وغادي نوريكم دابا كيفاش غادي نصوبوا الشحمه. وهنا بعد ما سالينا العجينه غادي نخليها واحد شويه ترتاح وصافي، وغادي نرجعوا ليها. هنا كناخذوا البصله، غادي نوريكم غير واحد شويه. بالنسبه للبصله ماشي غير تشلضوها وتجمعوا بها الشحمه، لا، لانها غادي تجرى لكم العجينه ديالتكم فاش غتبغي ديروا الحشوه الوسط. هنا كتاخذوا البصله وكتعصوها بهذه الطريقه اللي درت انا. غادي ناخذوا شويه من الخيزو حتى هو غادي نعصرو، غير كنوريكم الطريقه انا لان ما باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نعصر هذا الشيء كامل، وعاد ديك الساعه غادي نوريكم كيفاش غادي ندير التوابل. وهنا بعد ما ساليت وعصرت هاد الخيزو والبصله بيدي، يعني حيدت منهم داك الماء، كتبقى بحال هاد الشكل هذا ناشفه. خديت الشحمه يا اما كطحنوها في الطحانه يا اما غير كتقطعوها رقيقه. هنا عندي البزار والتحميره وسكنجبير وشويه ديال الخرق ومعلق والقياس ديال الملحه. وهنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الملون الغذائي. بالنسبه للملون غير باش كيعطينا اللون في الخبز ديال الشحمه. هنايا بعد ما ضفت شويه غادي ناخذوا القياس ديال الزيت غير باش كتجمع لينا الشحمه وما كتمحناش. فكنبغيو نجمعوا الشحمه مع البصله والخيزو صافي. هنا كناخذوا غير القياس ديال الزيت. وهذه هي الطريقه. بالنسبه الا كانت عندكم الفلفله خضراء حتى هي كتشلضوها وكتعصروها كيف ما عصرت الخيزو اللي مع البصله حتى هي كديروا القياس. بغيتو تضيفوا شويه ديال الربيع، المهم الاختيار كيبقى لكم. انا صراحه ما كنبغيش نضيف الربيع غير باش كتبقى ديك النسمه ديال الخبز الشحمه، ما كنبغيش شي حاجه اللي تكون مغلبه عليها في المذاق. هنايا صافي كنبدا نجمع بهذا الشكل هذا حتى كتبدا ديك الشحمه كتدخل مع البصله ومع الخيزو مع التوابل ومع الملحه. وهذه الطريقه راه كتجي زوينه بزاف، غير جربوها كلوا. لا اكيد انها غتعجبكم هذه الطريقه اللي وريتكم دابا. هنا صافي بعد ما ساليت غادي ناخذ العجينه بعد ما تفاعلات غادي ندير قطع صغار. القياس اللي كتبغيوهم كبار كديرهم كبار، كتبغيهم صغار المهم القياس
كتخدموا به. وهنا صافي غادي نبدا ناخذ هاد القطع ديال العجينه وغادي نبدا نكورهم وغادي نخليهم على جانب. من بعد فاش غنبغي نعمر الاولى اللي تراجعت ليا ديك الساعه كنبدا نعمر باش كتجيني العجينه ساهله. فاش كنبغي نجمع الحشوه كتجيني ساهله. هنا كندير القطع متساويين بعد ما سالينا كلشي كيف ما كيبان لكم. غادي نبدا نقرص غير بحال كنقرص، يعني ماشي كنقرص العجينه، غير بحال كنقرصها باش كندير لك الحشوه الوسط وكتجمع ليا. هنا غادي نوريكم كيفاش غادي نبدا نعمر الخبيزات ديال الشحمه. كناخذوا قطعه من العجينه وكندير بحال كنقرصها وغادي ناخذوا الحشوه وغنديرها الوسط. صافي فاش كنديروها الوسط كنبقى نجمع بهذا الشكل هذا، كنبقى غادا بشويه وكنا كنجمع باليد الاخرى صافي حتى كتجمع ليا. وكنبقى نقرص ديك العجينه غير باش ما كتخرجش الحشوه، وكنبدا نجمع بهذا الشكل هذا صافي وكنحطها. وهنا بعد ما ساليت كلشي كنبدا نقرص. ملي غنبدا نقرص غادي نبدا نحط هنا في الزيف، يعني ضروري نديرو الزيف ونديرو رشاش ديال الدقيق غير باش ما تلصقش لينا العجينه. وهنا بعد ما خمروا الخبيزات ديال الشحمه غادي نبدا نطيب الخبيزات، وصراحه كيجيو زوينين بزاف. هنايا درت جوج مقيلات صراحه لان كان المغرب قريب يأذن، داكشي علاش غادي ندير جوج مقيلات باش نتعاون دغيا. هنايا الخبيزات كيجيو ناشفين، يعني ما كيجيوش ميدمين بزاف لان ما كترناش فيهم الشحمه بزاف، وفي نفس الوقت ما كترناش فيهم الزيت بزاف. هنا كيف ما كيبان لكم بغيتو في بلاصه الشحمه تعوضوا بالكفته اللي بغيتو. هنا بعد ما ساليت كيجيو على هذا الشكل هذا. صراحه كيجيو زوينين بزاف، غير جربوهم بهذه الطريقه اللي درت انا. صراحه كيجيو غزالين وجات فيهم واحد البنه اللي زوينه بزاف. وهنا وصلنا لتتمه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي تفرج في هذا الفيديو يدينا لايك باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.